العلماء درع واق وقلب ينبض. منذ 14 قرنا كانت البشرية تئن من فوضى فكرية وأخلاقية طاغية، وما هي إلا أعوام قلائل وتبرز ثمار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لتكون نبراسا ونموذجا يحتذى. فانقلبت الأفكار وتغيرت النفوس المادية الجشعة إلى نفوس مؤمنة مصلحة لا مفسدة، رحيمة لا قاسية، تجود على الضعيف والمسكين وابن السبيل والمحتاج. ثم مرت القرون والعلماء على ذلك، فكانوا حصنا هاما للأمة الإسلامية، وشكلوا الدرع الواقي أمام كثير من الفتن والمحدثات والنوازل التي تصيب الناس في دينهم ودنياهم، وعاشوا همومهم وسعوا في قضاء حوائجهم. فعلموا الجاهل وأرشدوا الحائر، وسطروا بعلمهم وبذلهم نبضات من نور في قلوب الخلق، فسادوا ووضع لهم القبول بين الناس. وما من فتنة حدثت إلا ووجدنا عالما من العلماء قد تحرك للقيام بما أوجب الله تعالى عليه من الإصلاح والتبين والبذل. وما من قضية ابتلي بها المسلمون في دنياهم إلا وجدنا من أهل العلم من بادر وأنفق ما استطاع وسعى في رفع الكربة عنهم، فكانت يمينا حانية تمسح الألم وتضرب أروع المثل للعلم والعمل. فما أحوج أمتنا اليوم في هذه الأيام ومع كثرة النوازل والأحداث والمشاكل التي تواجه المسلمين في أرجاء العالم إلى هذه النماذج المضيئة علما وعملا.